بنتين واحد من أكبر وأشهر الحاجات اللي عملتها كارتون نتورك، وزي أي حاجة في الدنيا اتعمل لها ريبوت، وللأسف الريبوت ما عجبناش، خصوصا إن إحنا عشنا مع قصة بنتين على مدار السنين، من بنتين الأصلي لحد أومنيفيرس والحاجات اللي كانت ما بينهم. بس الناس ممكن تسكتوا شوية لأني بصور فيديو دلوقتي؟ شكرا. بس الناس طبعا وأنا منهم كرهنا الريبوت من أول حلقة، والناس اللي كان عندها صبر شوية من أول أنا قلت لكم اسكتوا. كنا بنقول إيه؟ الناس ما عجبهاش الريبوت، بس انا بصراحة كرهت الريبوت من اول حلقة، ومدتش حتى المسلسل فرصة لنص الموسم. عشان كده قررت ارجع اتفرج على الموسم الاول من بنتين الاصلي والموسم الاول من الريبوت، واعمل مقارنة ما بين الموسمين، والموضوع عادل بنسبة 100%، لان المسلسل الاصلي عنده 4 مواسم، كل موسم فيه 13 حلقة، والريبوت عنده 4 مواسم برضه. اوكي 40 حلقة، بس الحلقة الواحدة طولها 9 دقايق، بعد الطحن والحساب هيطلع تقريبا نفس المدة بينهم هما الاتنين. ومن البداية كده الريبوت ما كانش بالوحاشة اللي أنا كنت متخيلها، يمكن لأن مستوى السوق نزل خالص لدرجة إنه السيء زمان بقى تمام دلوقتي. بس محدش يفهمني غلط، الريبوت فيه مشاكل، أو بمعنى أدق مصايب، بس مش عايزين نسبق الأحداث، خلونا نركز على بداية كل مسلسل منهم. في المسلسل الأصلي بنشوف بن وهو بيخرج من المدرسة في آخر يوم ليه هناك قبل ما تبدأ أجازة الصيف، اللي هيقضيها مع جده ماكس وبنت عمه جوان، وبيروحوا مع بعض المكان عشان يخيموا فيه. وانتوا عارفين الباقي. بيروح بن يمشي لوحده في الغابة، بيشوف حاجة بتلمع في السماء، بتطلع نيزك، بينزل جنبه، بيكون فيه الساعة، بيقرب من الساعة بتشبك فيه، وبوم بتتولد واحدة من أكبر سلاسل كارتون نتورك وأشهرهم. طبعا الحلقة ممتازة، ليه؟ لأنها بتعرفنا حاجات كتير عن الساعة جت منين، وكمان مين الشخصيات دي ومين فيلجاكس، لأنه بيظهر في أول الحلقة. وعلى الجانب الآخر في الريبوت مفيش حاجة خالص، بيخشوا في صلب الموضوع لأنه متوقع إن الناس عارفة اللي حصل. بس مش هكدب عليكم، الحلقة وحشة بجد، بتبين عيوب المسلسل كله في أول حلقة، وده بيخلي ناس كتير تنسحب بدري منهم أنا. لكن المرة دي أنا كملت الموسم الأول كامل، ولاحظت كام حاجة غريبة، زي إنه بن في الريبوت مسؤول أكتر من بن الأصلي، وده غريب لأنه كنت فاكر إن الأصلي كان واخد الموضوع جد أكتر. بيعملوا نفس الأغلاط، بس يمكن النسخة الأصلية كمان أسوأ، خصوصا في بداية المسلسل، زي المشهد ده اللي بيفكر فيه بن بين بطاقة ورق وبني آدم هيتاكل. في حاجة شبهها مع الريبوت بس مختلفة أكتر من كده، الخيار مش بين بطاقة وبني آدم، الخيار بين الشرير اللي كان بيحاول يموته وكنز، وحاجات من النوع ده كتير، واللي بين في الريبوت بيكون فيها أحسن شوية من بين الأصلي. ولكن اللي كان مفاجأة بالنسبة ليا هو جوان شخصية من الشخصيات، بعكس بين اللي اتغيرت شخصيتها بالكامل، وتحولت من شخص بيتريق على كل حاجة وشخصية بتتحمل المسؤولية أكتر من بن، وكمان تقريبا عكس بن في كل حاجة، إلى شخصية حدتها أخف، أو بمعنى أدق بتتعامل كأنها عندها 10 سنين بجد، وتقريبا بتحب نفس الحاجات اللي بيحبها بن. تقريبا لسه شخصيتها مسؤولة أكتر من بن، لكنها أقرب لبن في الريبوت من الأصلي. وبصراحة أنا حبيت الجديدة أكتر، مش عارف ليه، بس جوان في النسخة الأصلية كانت رافعة ضغطي، وحسيت طريقة تعاملها مع بين مبالغ فيها حبتين. ولكن كل ده فعليا مش مهم قوي، ومش كفاية التغييرات دي إنها تخلي الناس تكره الريبوت قد ما الأشرار في المسلسل ده هيخلوك تكسر التلفزيون. في الموسم الأول من الريبوت نوعين من الأشرار، الأشرار القدام اللي خططهم شريرة بجد وغالبا مش بيبقوا استهبال، زي فيلجاكس أو زومبوزو أو هيكس، واللي تقريبا أدائهم ما اختلفش قوي عن أدائهم في المسلسل الأصلي. وفي النوع التاني واللي هم الأشرار الجداد، اللي بيظهروا فجأة بيعملوا جريمة ويمشوا، وغالبا ما بيكون خططهم غبية، ده غير أدائهم اللي ملهوش معنى، مجرد حاجة تتضرب عشان بين يستخدم الساعة. مفيش منهم هدف منطقي، زي مثلا الشخصية دي اللي اسمها ستيم سمايث اللي هدفها انه يرجع الماضي. مش بس ده سبب غبي، بل كمان الحاجات اللي بيستخدمها زي الاخطبوط عملاق بيشتغل بالبخار، واللي المفروض بين يقدر يدوبه بالكامل بهيت بلاست في ثواني، ولا الحشرتين دول اللي ملهمش أي معنى فعليا طول المسلسل، أو غيرهم من الأشرار الجداد اللي موجودين بس زيادة عدد. تهديدهم ضعيف، وبيقلب الريبوت في الحلقات دي لمسلسل كوميدي. على سيرة الكوميديا، أنا كنت بتريق على نكت بين السخيفة في القتالات في الريبوت الجديد، بس لما شفت الأصلي لقيته بيقول نفس النكت تقريبا بالحرف، النكت اللي تجيب لك مغص لما تسمعها من كتر الكرنج اللي فيها. وكويس انه الاصلي ما كانش معتبر نفسه مسلسل كوميدي، لان فعليا كان هيتكنسل من اول موسم. المهم بعيدا عن النكت البايخة اللي في المسلسلين، خلينا نتكلم عن حاجة تاني، الاكشن اكيد هيروح للاصلي، الريبوت الاكشن فيه ضعيف جدا. الاصلي كان فيه وزن حقيقي لكل بوكس وخبطة بتحصل في الارض،
ده كفاية القتال مع فيلجاكس لأول مرة في المسلسل الأصلي اللي تقريبا دمروا فيه مدينة كاملة. فما فيش مجال إن الجديد مع الأنيميشن الأرخص عشان يعرفوا يعملوا 40 حلقة طول الحلقة 10 دقايق إنهم يعملوا أكشن أقوى من الأصلي، وخصوصا إن 10 دقايق وقت قليل قوي إنك تعمل فيه أي حاجة. بن تقريبا في الريبوت مش بيلحق يضرب حد وبتكون الحلقة انتهت، وده أكيد واحد من الأسباب اللي بتخلي الأصلي أحسن، لأن حلقة طولها 20 دقيقة هتكون أحسن مليون مرة من 100 حلقة طولها 10 دقايق اللي الأشرار فيها ما بيلحقوش يتكلموا حتى. ولكن كل الحاجات دي مش كفاية قوي إنه الناس تكرهه بالشكل ده، أكيد في سبب أقوى من كده. الحقيقة في القصة في الأصلي واضحة وباينة، والحلقات مربوطة ببعض بشكل كبير، زي أول حلقة اللي بياخد فيها الأومنيتريكس أو الحلقات اللي بعد كده، واللي بتركز على إنه بن بيتعلم حاجة عن موضوع البطولة في كل حلقة. الحلقات مش مربوطة باللي بعدها بشكل مباشر، ولكنها مربوطة بحاجات تانية زي فيلجاكس اللي بيظهر إما في أول أو آخر الحلقة عشان يعرفنا إنه هو الخطر الأساسي اللي هيجي في آخر حلقة، هو ثانوس اللي بن بيجهز له. وحتى لما بنقرب من النهاية بن بيبدأ يشوف كوابيس فيها فيلجاكس واللي بتفكره إنه جاي. كل ده في نفس الوقت اللي بيكون فيها بن إما هزم ناس بعتها فيلجاكس عشان تجيب له الأومنيتريكس أو أشرار من اللي موجودين على الأرض، على عكس الريبوت اللي فيلجاكس بيظهر فيه فجأة بدون مقدمات ولا تعريف ولا تلميح حتى، واللي هو بيشيل كمية كبيرة من شعور الخطر اللي بيجي مع المسلسل الأصلي، واللي كان بيلمح لفيلجاكس تقريبا في كل حلقة عشان يفكرك إن هو الخطر الحقيقي، وإن الأشرار اللي بنشوفهم بيدمروا وبيعملوا جرائم طول المسلسل ولا حاجة بالنسبة لفيلجاكس. واللي بالمناسبة غريب جدا انه في المسلسلين الاشرار بيظهروا في نفس الوقت والمكان اللي فيه بن، واللي هو صدفة مستحيل انها تتكرر انك تقابل مجرم كل ما تروح مكان. مع فيلجاكس الموضوع منطقي لان الناس اللي بعتهم ورا بن عشان يجيبوا له الاومنيتريكس بيبقوا عارفين مكان بن، لكن حد زي دكتور انيمو او هيكس او زمبوزو دول ناس صدفت معاهم ان بن راح هناك مش اكتر. ده معناه حاجة واحدة بس، انه العالم اللي عايش فيه بن خطر جدا لدرجة إن في مخلوقات عجيبة وغريبة بتهجم كل يوم على كل الأماكن، واللي معناه إنه بن في مكان معين في مليون جريمة بتحصل في مكان تاني من شخص خارق أو عالم معتوه أو فضائي. والحقيقة بالرغم من إن ده غريب إلا إنه منطقي، وإلا ما كانش بقى في حاجة للناس تتعامل مع الحاجات الخارقة للطبيعة دي. والناس اللي أنا بتكلم عليهم دول هم البلامرز اللي بيتعاملوا مع الفضائيين والوحوش والمتحولين وغيرهم من الحاجات اللي الناس العادية مش هتعرف توقفها، واللي منهم الشخص اللي أنا متجنب إن أتكلم عنه من الصبح، الجد ماكس. في أواخر الموسم الأول من المسلسل الأصلي بيبان لينا إنه ماكس كان من البلامرز، وهو ده اللي خلاه يعرف حاجات عن الفضائيين والكائنات الغريبة، بل هو ده السبب الأساسي اللي خلى الجد ماكس يدرب بن على استخدام قدراته عشان يساعد الناس، وهو ده اللي خلاه يعرف عن فيلجاكس وتوتر لما بن بيقوله إنه شافه في كابوس وإنه جاي عشان الأومنيتريكس. دلوقتي تفتكروا في الريبوت ماكس زي الأصلي في البلامرز؟ تفتكروا أصلا ماكس بيعمل أي حاجة طول المسلسل؟ الإجابة هي لأ. في الريبوت ماكس يكاد يكون مش موجود أصلا، بل أنا متأكد إنه لو اتشال من الريبوت الجديد احتمال الريبوت يكون أحسن. عشان تفهموني أكتر، الجد ماكس في المسلسل الأصلي كان مسؤول عنهم بجد، وهو اللي كان بينصح وبيرشد بن طول الوقت. زي ما قلت في بداية الفيديو، بن مش مسؤول، ومن غير توجيه ماكس ليه كان هيعمل مصايب وممكن يأذي نفسه أو يأذي الناس. ما هو برضه في الأول وفي الآخر بن عنده 10 سنين ومع أقوى سلاح في المجرة، فطبيعي جدا إنه يكون خطر إنه يستخدمها بدون توجيه. فالجد ماكس دوره هو إنه يوجه بن، زي إنه منعه إنه يستخدم الساعة بدون خطر حقيقي عشان الساعة بتاخد وقت في الشحن، ولو حصلت حاجة بن ساعتها مش هيعرف يتحول عشان ينقذ الموقف، أو إنه ما يستخدمش ساعته في مصالح شخصية ويستغلها لحاجات تفيده هو بس، لأنه تصرف مش سليم وممكن يعمل مشاكل كتير. ده غير طبعا إنه بيحمي هوية بن من الناس، عشان عارف لو اتكشفت هوية بن هتعمل لهم مشاكل كتيرة. من الآخر ماكس هنا دوره دور المعلم والمرشد لبن، وغير كده هو كمان أنقذ بن كذا مرة، لأنه زي ما قلت هو من البلامرز وأوريدي عارف إزاي يتعامل مع الحاجات الخارقة للطبيعة. لكن في الريبوت هو مش موجود من أساسه، هو ملوش أي معنى. لا بجد، في بداية كل حلقة بيقول شوية كلام وبيعمل لنفسه عذر يسيب بيه بن وجوين لوحدهم، وبعدها بيبدأ الشرير يظهر ويحصل خناقة مدتها دقيقة لدقيقتين وكم نكتة بايخة وكم حركة هنا وهناك، ويظهر تاني ماكس في آخر الحلقة يقول له جملتين، وفي معظم الوقت فعليا بيكون كلامه تافه. ده غير انه بن بيستخدم الساعة اكتر من مرة قدامه لأسباب مختلفة، زي انه يزيح شجرة عشان جده يركن وغيرها من الحاجات التانية الغير مسؤولة ابدا. بجد اختفاء ماكس في كل حلقة اوفر. طبعا الاقل حتى يقف يتفرج على القتال اللي بيحصل ويشوف حفيده هو بيطحن،
واللي كان ممكن يتأذي فيها بن بجد كذا مرة. ولكن ازاي؟ لا، لازم يروح يتصور مع نجوم مسلسله المفضل ويسيب بن وجوين يتعاملوا مع هيكس، او يسيبهم ويروح يتعلم خلف كواليس الافلام ازاي بيعملوا المؤثرات البصرية، او انه يروح ينام واحفاده ممكن يكونوا بيموتوا بره. فعليا الكتاب بيعملوا اي حاجة عشان يبعدوه عن الصورة. ده تصرف مستهتر من حد مسؤول عن أطفال في عالمنا إحنا، واللي مفهوش حد بيطير وبيرمي تعاويذ سحرية، فما بالك بعالم كل ما يروحوا فيه مكان يحصل مصيبة كفاية إنه الجيش يتدخل فيها. بصراحة لو في حاجة واحدة بس هي اللي مخلية المسلسل ده متنيل قوي كده والناس بتكرهه، هو ماكس. شخصية ماكس اللي في الريبوت لوحدها كفاية إنها تخلي كارتون نتورك ككل تقفل من البشاعة. فعليا هو موجود في المسلسل عشان يوصل أحفاده المكان ويسيبهم فيه لحد ما تنتهي المعركة اللي هتحصل، بعدها يجي عشان ياخدهم تاني وينقلهم لمكان تاني، مجرد أوبر مش جدهم. اوكي انا اسف انا طولت شوية في النقطة دي، بس بصراحة دي هي اكتر حاجة كانت مضايقاني وانا بتفرج على الريبوت، لاني انا شفت الاصلي وفي نفس الوقت وعارف قد ايه ماكس شخصية رهيبة، والغموض اللي حواليها في الموسم الاول في المسلسل الاصلي كان مدي حماس ومتعة رهيبة، ده غير الطريقة اللي بيتكلم بيها والنصايح اللي بيديها لبن. بس بصراحة أنا فرحان إني شفت الموسم الأول من الاتنين، واللي خلاني أولا أسترجع ذكريات بنتين الأصلي وأيام ما كنت بتفرج عليه وأنا صغير، وفرحان إني شفت الريبوت عشان عرفت فعلا قيمة النسخة الأصلية، وعرفت ليه الناس كرهت الريبوت لما نزل، وليه تقريبا كل الناس قالت إنه سيء. بس عشان أكون صريح في حاجات كتير لسه عايز أشوفها، زي إني سمعت إنه كيفن موجود في الريبوت لكني ما شفتوش لسه في الموسم الأول، يمكن يكون موجود في مواسم بعد كده، بالرغم من إنه موجود في الموسم الأول من الأصلي ولكنه لسه ما ظهرش في الموسم الأول من الريبوت. وكمان المفروض إن الاتنين هتحصل تغييرات كبيرة على الساعة بتاعتهم وكذا حاجة تاني مختلفة عايز أشوفها، عشان كده احتمال كبير أعمل فيديو تاني زي ده بقارن فيه الموسم التاني من الريبوت قدام الموسم التاني من الأصلي. بس طبعا مش هعمل كده لو الفيديو ده ما جابش مشاهدات أو لايكات كفاية، عشان كده لو عايزين تشوفوا مقارنة الجزء التاني حطوا لايك وانشروا الفيديو في كل حتة عشان أقدر أبرر لنفسي إن أتفرج على 40 حلقة من الريبوت، واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم تنبيه لما أنزل الجزء التاني. ولو عايزين تشوفوا فيديو تاني شوفوا الفيديو ده.